خطب إن حرمة بنت تخطب في حرمة. الله الله. نعم. وأخذت معها اتصال خاص إنهم أنا بنخطب، يعني اتصلت بأهلها. الله الله. نعم. اللي ما هو أبوها رجال لحية غانمة، واستحيت إني أكلمه وأنا ماني بصامل. نعم. والبنت الكبيرة مطلقة وأنا ذاك الحين ولد وأحب البنات. نعم. خطبت عند قلت يا حرمة ما يدم البنات، أنا بخطب عند الشايب البنت هذه، وقالت البنت هذه ما هي يبيها الولد أخوه ولا لا تخطب، يخطب في البنت المستعدة. وقلت البنت المستعدة ما تبغي. يعني تعديت الكبيرة وخطبت في الوسطى ولا في الصغيرة؟ لا أخذت في الوسطى. نعم. ويوم تعذروا عليها خطبت الصغيرة، عيوا بالثنتين اللي أنا هوايت عليهم. نعم. وعندما عيوا عليهم وصبحت نفسي ولا قلت لأبوها كلام، ورحت مشيت. بدأ بالبيت هذا يقول أنا في العشي ذبيت في عالي الصعوب، تخالف هواجيس وصدري على مله، أنا هاضني لعب الحمامة على الغرنوق، على كل غصن ترفع الصوت وتشله، وأنا هاضني وبعد هاضني لين أودع القلب يفتوق، خلوج ولدها عقب فرقاه مختلة، نادوني على صدر الغمارة وأنا أبغي فوق، أبي مقدم الصندوق ولا على السلة، ولا صبوا الفنجال الأول ما بي له ذوق، أبي ذاذ الفنجال من صافي الدلة، وأقدم على الضيفة وأنا أبغي مع المفوق، وأبي قسم من باخذ البيت يبطله، ومعي تفتر الرخصة وأنا ما عرفت أسوق، واللي جيت بشري موتر ما ورد كله، أبي صافي دايم ولا بقبل المطروق، ويبي شربت من قلت تبري العلة ما يبريها إلا الله. لكن من الهايش اللي يقول واللي في الخمسات المثاني دقاق عنوق من الصيد تله راعي القدل تلهلا وسلامتكم، وهي قصيدة ولكن مستحصيت العالم.